السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين أينما كنتم. قبل أن نبدأ هذا الفيديو لا تنسوا الصلاة على رسول الله ونور الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا كذلك أعزائي المشاهدين الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. في هذا العدد أعزائي المشاهدين راح نتطرق للحديث عن أن رئيس الاتحاد الكاميروني صامويل إيتو يرد على التلويح باستبعاد الكاميرون من المونديال بعدما نشر الاتحاد الكاميروني اليوم السبت بمقطع فيديو يظهر شروع شركة وان اور سبورتس الأمريكية في تسويق القميص الجديد، وهذا ردا على محامي شركة لوكوك سبورتيف الذي قال في تقرير له البارحة الجمعة على أكتو كاميرون أن رفض الاتحاد الكاميروني تنفيذ قرارات يفرضها القانون الفرنسي المختص بالنزاع يمكن أن يؤدي إلى استبعاد الكاميرون من كأس العالم. وراح نتطرق للحديث كذلك عن ما قاله رومان مولينا المعروف هذا الصحفي الاستقصاء والمعروف بالفضائح في كرة القدم العالمية، حيث صرح عن هذا الاستبعاد وهل يعني ممكن أن نرى الجزائر في كأس العالم أم لا. كل هذا راح نتطرق إليه بالتفصيل، إضافة للحديث عن المدرب السعودي وما قاله عن المباراة يعني المنتخب الوطني الودية يوم 19 نوفمبر، وكذلك عن ما قدمه يوسف البلايلي اليوم في الدوري الفرنسي. كل هذا أعزائي المشاهدين راح نتطرق إليه بالتفصيل في هذا العدد. أولا، كما قلنا سلفا أن صامويل إيتو يرد ويتحدى المحكمة التجارية بباريس، ويقوم اليوم بشراء أول قميص من الشركة الأمريكية وان أور سبورتس كرد على لوكوك سبورتيف. ونشر الاتحاد الكاميروني لكرة القدم مقطع فيديو لتسويق القميص الجديد للمنتخب، ويأتي هذا ساعات قليلة بعد نشر القمصان الرسمية للمنتخبات المشاركة في مونديال قطر 2022 باستثناء قميص الكاميرون حسب موقع جول المتخصص. وأرجع الموقع إلى وجود نزاع قضائي بين الاتحاد الكاميروني وشركة الألبسة الرياضية الفرنسية لوكوك سبورتيف. فقبل أسابيع على انطلاق المونديال قام صامويل إيتو بفسخ العقد الذي يربط الاتحاد الكاميروني مع الشركة الفرنسية تمهيدا للتعاقد مع وان اور سبورتس. يعني كان التعاقد الفسخ العقد يعني من طرف واحد، من طرف إيتو وليس من طرفين. لكن محامي الشركة كريستيان بومو نتيموباني قال يعني وجبنا البارحة في فيديو على موقع كما قلنا أكتو كاميرون المقرب من أسوار الكاميرون أنه على الكاميرون أن يعودوا إلى عقدهم مع لوكوك سبورتيف تحت طائلة الإقصاء من المونديال. وقال هذا المحامي: أدعو الطرفين للجلوس الآن وحل المشكل بشكل ودي أو أخذ القرار بشأن استمرارية الشركة، يعني لكوك سبورتيف. قبل أن يضيف: رفض الاتحاد الكاميرون تنفيذ قرارات يفرضها القانون الفرنسي المختص بالنزاع يمكن أن يؤدي إلى استبعاد الكاميرون من كأس العالم. هذه الكلمات من شمال رأسنا، هذه الكلمات حسب المحامي الشركة الفرنسية والمحكمة التجارية كما قلنا أعلنت المحكمة التجارية بباريس أعلنت يعني أنه ممكن يعني استبعاد الكاميرون من المونديال. ولكن احنا بين هذا المنبر تتبعنا وشفنا الفيفا هل من ممكن الفيفا تستبعد كما قلنا بلد من المونديال يعني على الأقمصة أم ماذا. لكن هناك شفنا أن تترتب عليها فقط غرامات مالية وليس الاستبعاد. ولكن صامويل إيتو اليوم كما قلنا رد بنشر فيديو يبين أنه يتحدى المحكمة التجارية بباريس على أنه ضد قراراتها، وأن الشركة الأمريكية وان أول سبورتس ولن يرجع للشركة الفرنسية لوكوك سبورتيف. هنا نريد أن نوضح أكثر للمشاهدين باش يفهم أكثر وشرح صاري. يعني في حال عدم عودة منتخب الكاميرون لشركة لوكوك سبورتيف فإن الفيفا ستقصيه من المشاركة في كأس العالم حسب المحامي الشركة. ولكن حتى تتبعنا يعني الفيفا فقط غرامة مالية ولا ما تقدرش تستبعد يعني فريق من كأس العالم ومنتخب من كأس العالم، وذلك بسبب الخلاف كما قلنا قضائي بين الاتحاد الكاميروني لكرة القدم وشركة لوكوك سبورتيف الفرنسية للألبسة الرياضية، حيث قام رئيس الاتحاد الكاميروني صامويل إيتو بفسخ العقد من شركة المصنعة لقميص الأسود الغير مروضة، وتعاقد قبل أسابيع مع شركة وان أور سبورت الأمريكية، الأمر الذي جعل الشركة الفرنسية تلجأ إلى القضاء كما قلنا لكوك سبورتيف. وحكمت المحكمة الفرنسية لصالح شركة لوكوك سبورتيف، في حين يبقى القرار النهائي بخصوص إقصاء الكاميرون عند الفيفا. وكما قلنا تتبعنا يعني هذا الموضوع مشينا للفيفا شفنا أن الفيفا فقط تفرض غرامات مالية وليس حتى تقصي أي بلد. هنا إذا تحركت كما قلنا شركة لوكوك سبورتيف ودفعت كل الوثائق التي أقرتها المحكمة
التجارية بباريس إلى الفيفا، من الممكن يعني تصدر الفيفا غرامات صارمة وقوية على سامويل إيتو. وهنا نشوف يعني ما قاله رومان مورينا، هذا كما قلنا الصحفي الاستقصائي المعروف في العالم، معروف بفضائح الكرة العالمية، وكنا نستنى منه يتكلم عن هذا الموضوع، حيث تكلم فيسبوك أمامكم يعني، حيث قال: كثيرون يجعلون المشجعين الجزائريين يأملون في أشياء كاذبة. نعم، يمر الاتحاد الكاميروني بأزمة داخلية مع الكوك سبورتيف، وأزمة كما قال مجنونة تماما مثل حالة الأمين الأسبق للعام، لكن قال هذه ليست أسبابا لاستبعاد البلاد من كأس العالم. كما قلنا ليست أسباب لاستبعاد من كأس العالم، وشفنا أن الفيفا فقط تفرض غرامات مالية ولا تستبعد أي بلد من كأس العالم. قال: كنت سأكون أول من ينشر شيئا ملموسا إذا كانت هناك عناصر، ومع ذلك بصرف النظر عن بيع الامال الزائفه للناس لا يوجد شيء. يعني رومان مورينا قال: ما تكذبوش على الجزائريين ومشجعين الجزائريين، ما كان والو. وكما قلنا هناك قال بالفعل هناك كما ازمه داخليه بين الاتحاد الكاميروني والكوك سبورتيف، ولكن هذا لا يؤدي لاستبعاد كما قال رومان مورينا الكاميرون من كاس العالم. ربما سنشوف يعني غرامات صارمه من الفيفا او قويه على الاتحاد الكاميروني. قال رومان مورينا: ستذهب الأسود التي لا تقارب بشكل جيد إلى آلية التنمية، يعني إلى كأس العالم، وسيكون لديهم محاربي الصحراء. كل شيء ليكون في عام 2026 الجيل الجديد الواعد للغاية بشكل عرضي، حسب رومان مورينا عفوا. يعني تحدث وقال: ما تكذبوش على الناس والمشجعين. ونعم، هناك أزمة داخلية بين الاتحاد الكاميروني وكذلك كما قال شركة كو سبورتيف، ولكن هذا ما يؤديش باش فيفا تمنع يعني تستبعد الكاميرون من كاس العالم. البارح جبنا لكم هذا الموضوع لان المحامي الشركه قال ممكن ان تستبعد يعني تمشي استبعاد الكاميرون واقصاء من كاس العالم. اليوم يرد كما قلنا ايتو، ويرد ويتحدى كما قلنا شركه الكو سبورتيف، ويشري اول قميص من الشركه الامريكيه وان اول سبورتس، وينتج يعني اقمصه امامكم الصور. هذا تحدي لشركة كوك سبورتيف، وتحدي للمحكمة التجارية بباريس الذي أفضت النزاع لصالح الكوك سبورتيف. ولكن حسب رومان مورينا فإن هذا يعني الصراع الداخلي بين الاتحاد الكاميروني والكوك سبورتيف ما يؤديش لاستبعاد كما قلنا الكاميرون من كأس العالم، فقط هناك غرامات مالية. أما فيما يخص ما قاله مدرب منتخب السويد حول المواجهة المرتقبة مع المنتخب الوطني الجزائري في وديات 19 نوفمبر، حيث أفاد مدرب المنتخب السويدي جان أندرسون بأهمية وصعوبة المباراة الودية المرتقبة بين المنتخب بلده والمنتخب الوطني الجزائري، وذلك في تصريحات خاصة بها الموقع الاتحاد السويدي لكرة القدم، حيث قال: الجزائر من أقوى المنتخبات في إفريقيا، واللعب معهم سيكون اختبار مفيد لنا. وبخصوص أهمية المواجهة قال جان أندرسون: مواجهة الجزائر ستكون مهمة للغاية بالنسبة لنا، لأننا سنلعب ضد خصم قوي وعنيد. يذكر أن المباراة التي ستقام يوم 19 نوفمبر بملعب إيرلا ستاديوم بمدينة مالمو السويدية على الساعة 8:30 يوم 19 كما قلنا نوفمبر، مباراة مرتقبة بين المنتخب الوطني والمنتخب السويدي. أما عن الماجيك بوغرا، الماجيك بوغرا من بين أفضل المدافعين في كأس العالم، حيث وضعت الصفحة الرسمية لبطولة كأس العالم لكرة القدم على تويتر الدولي الجزائري السابق ماجد بوغرا من أفضل من حمل الرقم 2 في الدورات المونديال. جاء ذلك بتغريدة نشرها صفحة المونديال يوم 2 نوفمبر، وتضمنت السؤال التالي: من بين هؤلاء اللاعبين الذين حملوا رقم 2 في كأس العالم أيهما كان الأفضل؟ وإلى جانب الجزائري ماجد بوغرا رفقت التغريدة بصور كل من الإنجليزي سول كامبل، البرازيلي كافو، الأسترالي لوكاس نيل. وشارك بوغرا الذي يتولى حاليا تدريب المنتخب الوطني المحليين في كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا و2014 بالبرازيل، وتأهل الدور الثاني يعني والتقينا امام المانيا، وكانت مباراه كبيره للمنتخب الوطني الجزائري بقياده ماجد بوغرا. اما عن يوسف البلايلي الذي شارك اليوم اساسيا في مباراه فريق اجاكسيو امام نادي ستراسبورغ ضمن مباريات الجوله من الدوري الفرنسي ليغ 1، وغادر البلايلي في الدقيقه 72 من اللقاء بعدما تمكن من تسجيل هدفين من ضربة جزاء، وضيع هدف يعني التالي من ضربة ممكن كان يسجل يعني هاتريك اليوم، وقدم تمريرة حاسمة رائعة وتحصل مع الموقع هوسكور 8.1 بعد المستوى الكبير الذي قدمه مع فريقه أجاكسيو. إن شاء الله كما قلنا المشاهد يكون فهم نوعا ما كنا نقصده وما قالت عليه الصحافة، خصوصا رومان مورينا الذي قال أن من المستحيل ان تستبعد يعني الكاميرون الا اذا كنا هناك مشكله داخليه مع الكوك سبورتيف ومع القاده الفرنسي، ولكن سيغرم اذا لم يجد حل، سيغرم ايطو الاتحاد الكاميروني لكره القدم من طرف الفيفا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.